فعليا انا مصدوم. ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ طول عمري من ساعه ما ابتديت كونتنت كريشن وانا عمري ما كان الشورت فورم كونتنتس علاقتي بيها حاجه كويسه، بل بالعكس كانت على طول علاقتي بيها بشعه جدا. بتعب على الفيديو من وجهه نظري واعمل فيه كل الحاجات اللي انا شايف انها المفروض محتاجه تتعمل، رغم من كده برده ما بيجيبش اي نوع من انواع الفيوز اللي ترضيني يعني. بصراحه في الغالب معظم الفيوز بتبقى يعني اراوند 1000 فيوز، ممكن اقل شويه، فالمفروض يجيبوا فيوز عاليه، ولكن حتى لو الفيوز جت عاليه الرياكشنز او التفاعل عليهم ما بيبقاش برده حاجه كويسه. لغايه ما كنت بقلب من يومين كده على تيك توك ولقيت ان في فيديوهين، الحقيقه الفيديوهين دول نقدر نقول ان هم كسروا القواعد اللي احنا كنا بنقول عليها. الفيديو هو الفيديو بتاع روبكس كيوب، والفيديو ده جايب 39000 فيوز، وده بالنسبه لي رقم كبير قوي، انا ما مصدقش اصلا الرقم لما شفته. والفيديو ده جايب انجيجمنتس لحد ما كويسه. ثاني فيديو هو فيديو كنت بتكلم فيه عن السماعه الاس دي 1104، ولقيت ان في ناس كتيره برضه بتسال وبتتكلم لسه عن السماعه دي، فقلت اعمل فيديو اقول لك لو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر عن السماعه دي وعن اختها الصغيره الاس دي 1102، ما تنساش تشوف قناتي على اليوتيوب، هتلاقي في بلاي ليست مخصوصه اسمها هيدفونز فيها كل ما تتخيله عن السماعات تقريبا هي اكتر حاجه بنتكلم عنها على يوتيوب يعني، فما تنساش تعمل سبسكرايب، تلاقي اللينك في البايو، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.